تحضير صلصة البشاميل على أصولها وأسرارها حتى ما يكون فيها كتل وطعمها خرافي. طبعا هاي الصلصة تعد إحدى 3 الصلصات الرئيسية في المطبخ الفرنسي. بنضيف الزبدة، ودائما في الزبدة هاي في سر صغير، بنضيف نص ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. بدها تذوب دائما الزبدة، دائما قد تكون قد الطحين، بس تذوب الزبدة بيكون الطحين نفس مقدار الزبدة. بدنا نطبخ الطحين على الأقل 40 ثانية أو حتى نشم ريحة الطحين المحمص مع الزبدة. مرت 40 ثانية، لما تشموا ريحة الطحين بلش شوي يتغير ريحته، ما بدنا طحين يكون ني. عندي هون حليب بارد، ما تضيفوه على دفعات، بتضيفوه 1 شوت مرة واحدة. بسم الله. بنخليه على النار ونبدا بالتحريك المستمر حتى يغلي عنا. بعد ما نضيف الحليب البارد دفعه واحده لازم نضل نحركه حتى يطلع معنا بشاميل ناعم زي الحرير. شوفوا نعومته ولا كتله طحين جواته. في هاي المرحله بس يغلي بنضيف الملح، رشه صغيره من جوزة الطيب، ناعم زي الحرير، نكهه بتجنن. هاي المقادير بتنفع تحديدا للباستا. حابين تثقلوه كمان شوي بس ضيفوا طحين وزبده عليه اكثر. خلينا نشوف نعومته احنا وياكم قديش ناعم. شوفوا النعومه تبعته قديش. بشاميل الناجح 100%.